هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مستمعي ومستمعات صوت المنتدى، السلام عليكم ورحمة الله. هذا صلاح محمد زين يحييكم وأسرة المنتدى في ساعة يوم الأربعاء 3 من شهر يونيو. نستهل الساعة كالمعتاد بتقديم نشرة الأخبار، ثم تعليقا على احتفالات النظام بالاستقلال، يليه لقاء المنتدى مع المناضل محمد نور ديغول. متابعة مفيدة ووقتا طيبا نرجوه لكم مع فقرات برنامج ساعة اليوم. جينا ودي جينا فأنت بخرها قلبه زكاة صلو انت ذي حزك ايو بلازم ويلي خابلك لي تشكع له ويلي خابلك لي تشكع له مرت عدايك ندايك تتلل صنع حزبينا خاطف الفل محلا زي سلم امان سقي ساني عزمك تزارستي ساني عزمك تزارستي دحري زي تمت مسان كدير سو زي ذن المسلمتين يدو زرقح وحبيب خحنا يريت ناس وليد يريت ناس وليد ولا حوي يريت ناس وليد ابو نسبين خدتين خدتين ابو نسبين خدتين خدتين ما قلت حدين جينا ودي جينا بعنتبو فكرها قلبو زكاتلو انت ضحك يا بلدو ويل خاب لي وتشكح له وداي زبين السنه اللي نوال خليها مرت عدايك ندايك تتلل صنف حزبينا خاطف الفل محلا زي تلل اوانسكي ساني خوز مكت نزارستي ونايه زبين السنه اللي نوال خليها صوت المنتدى. نشرة الأخبار وفيها إصابة مواطنين جراء إطلاق نار في احتفالات مدينة تسني بالاستقلال.
جهود مكثفة للنظام لتدعيم نشاطاته التجسسية ضد معارضيه في الخارج. الشعب يستهجن حديث الطاغية عن الفساد المستشري في جسد نظامه. أفورقي يتغيب عن احتفال تنصيب البشير. تفاصيل النشر. توجه صباح الاثنين الأول من يونيو الجاري إلى معسكرات التدريب العسكري عدد قليل من منتسبي الجيش الشعبي بعد نداءات متكررة وتهديد ووعيد من قبل سلطات النظام بضرورة الخضوع لبرنامج التدريب التنشيطي. هذا وقد رفض غالبية المعنيون بهذه النداءات الاستجابة بالتوجه إلى المعسكرات، إلا البعض الذي ذهب مجبرا خشية بطش النظام. هذا وشملت الدفعة موظفين محليين من العاملين في المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية ودافعي ضريبة 2% ممن خيروا بين اعتبارهم من المقيمين في الخارج وسحب الرخص التجارية الناشطة بأسمائهم أو دخولهم في معسكرات التدريب كمقيمين داخل إريتريا وسقوط صفتهم كمقيمين في الخارج. ورغم كل هذه الإجراءات التعسفية إلا أن عددا غير قليل قرر عدم تلبية تلك الأوامر واختيار اعتباره مقيم في الخارج، بينما لم يكن هنالك خيار للعاملين في السفارات والمنظمات غير الدخول في معسكرات التدريب، إلى جانب عدد من منتسبي الجيش الشعبي الذين كانوا قد تخلفوا من أداء التدريب التنشيطي الإجباري في دوراته الثلاث السابقة لمختلف الأسباب، ومن بينها أسباب صحية لم تكن كافية لإعفائهم من التدريبات حسب وجهة نظر قيادة ما يسمى بالجيش الشعبي، التي تعلن مع بداية كل دورة أنها ستكون الأخيرة ثم تصطدم بواقع العزوف عن المشاركة. من الآثار السالبة لأشكال الاحتفالات العشوائية أصيب 8 مواطن بينهم امرأة بجروح بالغة إثر إطلاق نار من بعض الجنود التابعين لقيادة حرس الحدود بمدينة تسني ليلة 24 من مايو الماضي. وجاء إطلاق النار غير المنضبط بحجة أنهم يحتفلون بذكرى الاستقلال حسب إفادة الجنود. وتم نقل المصابين إلى مستشفى بارونتو ثم إلى مستشفى جلاس العسكري وسط أجواء من التكتم والسرية، بالرغم من أن الحادث مشهود من قبل عدد كبير من سكان المدينة، وأن السلطات التي تكتمت على نشر الخبر تحفظت أيضا عن إخطار ذوي المصابين بمكان تلقي أقاربهم للعلاج، مما دفع البعض إلى ترجيح احتمال أن تكون هنالك حالات وفيات من بين المصابين. في خطوة كان يتوقعها المراقبون، غاب رئيس طقمة أسمرة عن حضور حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير التي حضرها عدد من رؤساء دول الجوار وممثلين من العالم العربي. ويشير المراقبون إلى أن غياب السياس كان متوقعا من ناحية أن العلاقات الإريترية السودانية اعتراها الفتور منذ بداية العام الحالي. تمظهر ذلك الفتور في وقف كل المشروعات المشتركة وتجميد الاتفاقيات الثنائية وبقائها في الحد الأدنى. هذا من الجانب الإريتري، بينما دفع الجانب السوداني مستحقات لم تجد تقديرا من إسياس وزمرته. الجدير بالذكر أن السفير السوداني بأسمرة السيد ماجد يوسف يحيى سعى لإتمام مشاركة الوفد الإريتري في تنصيب الرئيس البشير، وحاول إقناع الجانب الإريتري بأن حضور الرئيس الإريتري ضمن 30 وفدا رئاسيا عربيا وإفريقيا سيكون له مردود إيجابي كبير، خصوصا وأن السودان يتجه حثيثا نحو العمق الإفريقي حسب قول السفير. ويؤكد مقربون من الحزب الحاكم في السودان أن إدارة أفورقي قررت أن تضيف هذا الموقف الجاحد للعلاقات مع حكومة البشير ليضاف إلى رصيدها في التقارب الجديد بينها ودول الغرب. أفادت الأنباء الواردة إلينا من داخل الوطن أن النظام بدأ في تدعيم نشاطاته التجسسية على المواطنين الإريتريين المطالبين بالتغيير الديمقراطي والمتواجدين بدول المهجر،
وقد أكدت مصادرنا أن النظام سيستخدم في نشاطاته التخريبية الهادفة إلى إضعاف قوى التغيير الديمقراطي أصحاب النفوس الضعيفة وبعض صغار رجال الأعمال الذين ربطوا أنفسهم مجبرين بالمنظومات الاقتصادية التابعة للنظام والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. وطالبت مصادرنا الإريتريين بالخارج خاصة أولئك المقيمين ببعض الدول الإفريقية بتوخي الحذر ورفع درجات الحيطة في تحركاتهم، لأن النظام قام بدراسات دقيقة حول أحوال الإريتريين المقيمين بهذه الدول، وأصبح ينتقي منهم أولئك الذين يمارسون أعمال ذات دخل محدود وينشطون في الأعمال الوضيعة مستقلا وضعيتهم النفسية والمادية السيئة، وسيستخدمهم في النشاطات التجسسية والاعتداءات والتصفية الجسدية التي تستهدف نشطاء قوى التغيير الديمقراطي المناوئة لسياساته الهدامة. وحسب المصادر ذاتها أن النظام بدأ في ابتعاث أفراد ما يسمى بجهاز الأمن الوطني والذين قضوا في الخدمة التجسسية لسنوات طويلة إلى بعض الدول الإفريقية كالسودان بشقيه الشمالي والجنوبي وأوغندا وأنغولا وكينيا الاستوائية، وقام بتوفير القطاع المالي لهم، وذلك لتدعيم تواجد مؤيديهم بهذه الدول ومناهضة نشاطات رجال الأعمال الإريتريين الذين هربوا بأموالهم إلى هذه الدول وبدأوا في شق طريقهم الاستثماري هناك خلال الأعوام القليلة الماضية. الجدير بالذكر أن النظام في سبيل الحد من تزايد النشاطات المناوئة لحكمه في دول المهجر والتي بدأت ترتفع وتيرتها في الآونة الأخيرة يقوم باستثمارات كبيرة في الأعمال التجسسية والتخريبية تدعم أنشطته السابقة، ويحاول استهداف الناشطين والمؤيدين للتغيير الديمقراطي بالبلاد في الوقت الذي يقوم فيه بتجويع شعبنا في الداخل الذي يعاني الأمرين من ممارساته القمعية والاستبدادية. استهجن المواطنون الإريتريون تصريحات الطاغية سياس أفورقي خلال حديثه بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد حول الفساد المستشري في نظامه، مستنكرين استخفافه بعقول الناس في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني بتورطه في كل أعمال الفساد التي تضرب بأطنابها في مفاصل النظام الذي يقوده. وقالت مصادر إذاعة المنتدى من العاصمة أسمرة أن أفراد شعبنا الذين يتطلعون إلى الخلاص من هذا النظام والتمتع بالحرية والديمقراطية في بلادنا يتندرون في جلساتهم الخاصة بحديث الطاغية ويصفونه بالقاتل الذي يرافق جنازة ضحيته إلى مثواها الأخير، في إشارة إلى ألاعبه التي ما فتئ يقوم بها عندما يشعر بأن مرؤوسيه استنفذوا أوراق خدمتهم بعد أن تورطوا في أعمال الفساد التي يقودها هو بنفسه من خلال مكتبه المعروف بمكتب الرئيس. وأضافت مصادرنا أن حديث الطاغية عن الفساد إنما يرمي به إلى التخلص من بعض الذين يعتقد بأنهم قد يشكلون مصدر تهديد لسلطته، خاصة وأن أنباء قيام مجموعة من المدنيين والعسكريين بعملية تستهدف الإطاحة بنظام حكمه صارت حديث المجالس التي يحضرها مسؤولون كبار في حكومته، فضلا عن تنامي أشكال المقاومة بين قطاعات واسعة في المجتمع الإريتري. نهاية النشر. عصابة أسمر صرف بذخي على الاحتفالات وانصراف عن الأولويات. ليس بيننا من يتوقع خيرا أو ينتظر جميلا يأتي من زمرة أسمر الغاشمة، وليس بيننا أيضا من يتوهم بأن عصبة الهجدف ستعود إلى جادة السبيل أو أنها سترجع إلى المسارات المنتصرة للجماهير أو المنحازة لها، فكل تلك الدعاوي التي تطلق بين الحين والآخر لا تعدو كونها محاولات بائسة لذر الرماد في العيون، وجهود خائبة لاستمالة الشعب الذي نفض يده من مساندة هذه المجموعة المعزولة. لكن حال كل الأنظمة الدكتاتورية عندما تفلس وتفشل
كل مشاريعها تركن للأكاذيب وتميل لصناعة الدجل وتهرول نحو البرامج الانصرافية وتتجاهل الأولويات الأكثر أهمية. هذا ما تم في الاحتفالات بعيد الاستقلال هذا العام، وما ظلت عصبة الهجدف تفعله طيلة السنوات الماضية. مراجعة بعض من التفاصيل الكثيرة التي صاحبت وتزامنت وشكلت ملامح الاحتفال الرسمي لهذا العام سيستغرق الأمر وقتا طويلا جدا، لذا سنكتفي في هذه المساحة بتسليط الضوء على جزء يسير منها، مع وعد إن شاء الله بتناول بقية التفاصيل في مساحات قادمة. إن كنا قد أطلقنا صفة البذخ والإسراف على الاحتفالات الرسمية فذلك لأنه فعلا كان كذلك. آخر الأرقام التي وصلت لها التكلفة الكلية لاحتفال بعيد الاستقلال كانت 500 مليون نقفة، صرفت على البهرجة الزائفة والكرنفالات الكاذبة والمواكب التي لا تجيد إلا التطبيل والحشود مدفوعة الأجر. لكن المؤسف أن كل ذلك تم على حساب الشعب المغلوب على أمره، الذي سدد فاتورة الصرف اللامسؤول عنوة عبر دفعه للأتاوات المفروضة عليه باسم المساهمة في إحياء ذكرى الاستقلال. هذه المبالغ الباهظة للاحتفال العبثي كان يجب أن يتم صرفها في مشروعات خدمية تعود للمواطن بنفع مباشر، بدلا من أن تتحول إلى أكوام من الحديد والخشب والإسفنج والقماش الذي استخدم لمرة قبل أن يرمى، ليتكرر المشهد في العام القادم. نفس هذا الاحتفال تعاد فيه الأخطاء وتتكرر التجاوزات سنويا، كأن الإصرار على الخطأ أصبح سمة وملمح لما يسمى بإدارة الشؤون الثقافية بالجبهة الشعبية. فكل ما تفعله هذه البؤرة الخربة هو تفريغ أعداد جديدة سنويا من الراقصين والراقصات القصر المغرر بهم، تدفع بهم إلى لجة واقع يتم التعامل معهم فيه على أنهم وأنهن أجساد طرية يمكن أن توظف في أغراض كثيرة ليست كلها شريفة بأي حال من الأحوال. من ملامح الصرف البذخي أيضا أن الرئيس السياسي سبق أن أهدى فرقة سودانية كانت قد شاركت في احتفالات ذكرى تحرير مصوع مبلغ 50,000 دولار أمريكي، غير تغطية تكلفة النقل والإعاشة والإقامة والنثريات اليومية ومبلغ العقد الذي تكفلت بدفعه السفارة السودانية بأسمرة. وهنا تبرز أسئلة: منذ متى يكرم الرئيس المبدعين؟ وهل فعل مثل ذلك التكريم مع المبدعين الإريتريين؟ أليس من الأولى أن يحول مثل هذا المبلغ إلى فنان أو فنانة إريترية ممن سكبوا ماء عمرهم في الغناء والتحريض والدعوة للانضمام إلى الثورة الإريترية؟ ألا يستحق أهل الفن الإريتري أن يكون لهم دار أو نادي يجتمعون فيه ويزاولون فيه أنشطتهم المهنية والنقابية؟ هذا إن نظرت إليهم عصبة هجدف كشريحة مهمة ومؤثرة وتستحق التشجيع والتكريم والتحفيز. لكن واقع الحال يؤكد أن النظرة لقطاع المبدعين لا تنفصل عن النظرة العامة لعموم الشعب الإريتري، وهي أن يتم تشغيلهم مجانا وبلا أي احترام أو تقدير. وهنالك مشهد آخر في الاحتفال الرسمي لهذا العام يفرض أسئلة هامة: ترى لماذا لم تشارك الحكومة السودانية بأي وفد رسمي في احتفالات إريتريا هذا العام؟ ولماذا أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بحظر سفر أي من المسؤولين السودانيين لإريتريا، وخص بالمنع ولاة الولايات الشرقية والمسؤولين الحكوميين القادمين عبر اتفاقية سلام شرق السودان الموقع في أسمرة؟ هل كان ذلك بسبب عدم تقدم إريتريا بالتهنئة للرئيس السوداني عمر البشير بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟ أم نتيجة لاستخدام الخرطوم لسلاح الضغط الاقتصادي عبر إغلاق المعابر أمام البضائع الصادرة إلى إريتريا؟ أم كان نتيجة لظهور مقاتلي حركة العدل والمساواة الدارفورية المناوئة للخرطوم مرة أخرى في معسكرات داخل الأراضي الإريترية؟ مهما كانت كمية ونوعية الأسئلة تظل الإجابة واحدة، وهي أن هنالك برود واضح في العلاقات بين أسمرة والخرطوم. كانت واحدة من أسباب زيارة الرئيس السوداني لدولة قطر بينما تنتظر أسمرة مشاركته في الاحتفال،
وكان كل ذلك سببا في المشاركة السودانية الباهتة حتى في الجانب الفني والثقافي. الملمح الهزلي المهم من ملامح الاحتفال هو الخطاب الرئاسي، وبالتأكيد لا تنبع أهميته من كونه خطاب رئاسي فقط، ولكن يأخذ أهميته من كونه أصبح وثيقة دامغة على كذب الرئيس. خطاب هذا العام حمل في طياته هجوم على الغرب، وحملهم خلق وتسكية الاضطرابات في أجزاء كثيرة من العالم، واتهمهم بإدارة النزاعات وإيصاد الأبواب أمام آفاق الحل للأزمات والحروب في جنوب الجزيرة العربية والصومال وليبيا وأفغانستان والعراق ومصر، وكذا في جنوب وشمال السودان، وأشار إلى تحريض لإثيوبيا وجيبوتي لافتعال الحروب مع إريتريا. هذا الخطاب إن كان موجها للغرب لرفع سقف الحوار الذي يسوقه الرئيس السياسي مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أو لمضاعفة حجم الصفقة المتوقعة بينه وبين الغرب، لا ينفي أن الهدف مكشوف، ومجريات الأمور أيضا لم تعد سرية، فالشعب يعلم كل التفاصيل. أما إن كان الخطاب الذي هاجم الغرب في ثلثي محتواه موجها للجمهور الإريتري، فذلك خطاب لم يعد مقبولا لدى الجمهور المستهدف، لأن الجميع يعرف ما يدور في عصب، ويعرف جنسية الشركات التي تقوم الآن بعمليات توسعة ميناء عصب وتعميق المرابط وصيانة مصفى البترول، ويعرف هوية ناقلات النفط التي أتت بحمولتها لمستودعات شركة شل في عصب ومصوع. وتشاهد مع نهاية كل أسبوع المراكب الحاملة لجنود مشاة البحرية الأمريكية إلى شاطئ مصوع بغرض الترفيه، ويعرف غيره وأكثر منه. إذن لم تعد هذه المعزوفة تطرب أي سامع. ذات هذا الخطاب الرئاسي الباهت لم يتطرق للوجود العسكري الأجنبي المشهود على الأراضي والمياه الإقليمية الإريترية، وكأن هذا أمرا غير هام ولا يجب أن يتم تنوير الشعب بمجرياته أو مبرراته. نفس هذا الخطاب التعيس أشار بلا تحديد لتجاوزات وفساد بعض المسؤولين، لكنه تناسى تسمية أولئك المسؤولين ومن كان وراء تعيينهم ومنحهم صلاحيات فوق القوانين. والأكيد أن فطنة الشعب التقطت التهديد المدسوس والمقصود والرامي إلى التلويح بورقة الفساد التي تستخدم ضد أي مسؤول يفكر في إبداء أي اعتراض على أي إجراء أو قرار قادم. في احتفال العام الماضي تحدث الرئيس عن دستور جديد توضع مسودته وسيحل محل الدستور الحالي. مضى عام لكن لم تتم الإشارة لهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، بينما الجميع يعلم أنه ليس هنالك دستور جديد ولا توجد لجنة لصياغته أو وضع مسودته، وكل ما تم هو تمهيد لحذف المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس والتعددية الحزبية. كما يعلم الجميع أن ما تردده قيادات الهجدف حول وجود لجنة برئاسة السيدة وزيرة العدل مشرفة على وضع الدستور هو طرح خالي من المصداقية، ولم يتم اختيار السيدة الوزيرة بهذه اللجنة، ولم تكلف بأي مهمة بهذا الخصوص، بل لم يتطرق خطاب الرئيس لما يعرف بالقوانين الدائمة التي ستكون قيد التنفيذ اعتبارا من بداية يوليو القادم، وهو ما يعد خرق دستوري، لأن القوانين المعتمدة الآن والتي أسميت دائمة هي نفس القوانين المدنية والجنائية المؤقتة والتي استمدت من القانون الإثيوبي لعام 1956، وظلت الحكومة الإريترية المؤقتة تعمل بها لمدة 24 سنة. ختاما، وكما أسلفنا، ليس هذا هو كل ما يمكن الحديث عنه، فهناك موضوعات أخرى على صلة سنتناولها في مساحات أخرى. حتى حينها يمكننا القول ليس هكذا يجب أن تكون الاحتفالات باليوم الوطني الإريتري، وليس هكذا يجب التعاطي مع الهم الوطني الإريتري. أمر السري نعقاد فري يصبح أنت بوه الملك تحاسس الميت ومخافت مالي أميني أميني نعقا حيدس
أمينة أمينة مرتون عخاحي زيت كسن الليل عبد الله خالد بسنعتك سائلة إريترانا اللي تحري أمور الزريد نعاقات بري يسبق عن تبو الملاكو تحاسب سلمي هو مخامس مالي أمينة نعاقاحي زيت المستمعون والمستمعات الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في لقاء المنتدى الذي نستضيف وإياكم فيه مناضل بدأ مسيرته النضالية في الثورة الإريترية منذ نعومة أظافره. مناضل بدأ تاريخه النضالي في عام 1962 في العام الذي ضم الإمبراطور هيلي سلاسي إريتريا قسرا وألغى الاتحاد الفيدرالي. المناضل محمد نور عثمان ديغول، سأترك له سرد بقية سيرته الذاتية في الحركة الوطنية الإريترية والثورة الإريترية. تفضل أستاذ ديغول، وبداية مرحبا بك باسمي وباسم المستمعين. أرحب بك وأشكرك لقبول هذه الدعوة أن تكون ضيفا في المنتدى لهذا اليوم. شكرا جزيلا أبو صلاح لك ولكل المستمعين. وهذه بالنسبة لي فرصة جميلة أن الواحد على الأقل يسرد معانا منه ما شاهده وما رأى، وده كله كان من أجل إريتريا. أهلا وسهلا بك. نعم، تفضل بإيجاز كمدخل حتى يكون المستمع على بينة لمن نحاوره هذا المساء. فبإيجاز منذ التاريخ الذي ذكرناه 1962 كيف تم تجنيدك من قبل حركة تحرير إريتريا وإلى آخر يوم تركت فيه النظام؟ تفضل. بالحقيقة أنا طبعا من ضمن الناس اللي يمكن في المنطقة اللي كنا موجودين فيها، سواء كان الكبار، الناس الكبار اللي كنا نشوفهم مثلا يقعدوا في دوائر معينة وبيعملوا اجتماعات ويتكلموا عن الفيدرالية وعن اثيوبيا وإريتريا وكلام بالشكل هذه. يا ريت تذكر المنطقة لو ذكرت المنطقة. نعم، أنا كنت في نافا. طيب تفضل. ومن ضمن المسائل هذه أنا ما كنا نعرف فيه الحركة كانت موجودة. نعم. أفراد من نشطين من الحركة كانوا موجودين في نفس المنطقة. نعم. وكانوا يشاركوا أيضا مع الشعب، بس ما يقولوا نحن كذا، لكن هم كانوا يستشف الشعب كيف يفكر وكيف قاعد يرى المسألة ويناقشوه في انطباعاته ويعمل استطلاعات عامة. جميل. وبنفس الوقت يراقب، أعتقد كانوا بيراقبوا الناس من هو اللي ممكن أكثر ملائم على أساس أنه يكون عضو في الحركة، وبالشكل هذا المسائل كانت تمشي. وأنا طبعا وقتها كنت طالب صغير، فكنت من ضمن الناس اللي كانوا يناقشوا ويسألوا كده. كنت بس بعدين في النهاية يوم انضمام إعلان انضمامي يوم 14 نوفمبر إلقاء الفيدرالية الاتحاد عام 62. إعلان حصل، والناس طبعا تسمع الإذاعات. من سمعت من الإذاعات أن إريتريا أثيوبيا ضمت إريتريا إلى أثيوبيا واعتبرتها المحافظة 14 ونزلت العلم الإريتري.
هنا بقى الناس كلها كان في صدمت، وأنا من ضمن الناس اللي كنت مصدوم من المسألة هذه. من الصدمة اللي حصلت للناس أنا برضو أصبحت يعني من ضمنها صدمتها وتحمست كمان كنت أتكلم. الحركيين أعتقد اللي كانوا في المنطقة كانوا يراقبوا الناس، وأنا من ضمن المراقبة اللي كنتها، وأعتقد قالوا إنه الشخص هذا الشاب شاب مناسب لدخول الحركة، ودخلوا الحركة تقريبا في نفس السنة يعني. جيد. الآن نمر ما بعد انضمامك للحركة والمراحل بشكل مختصر ولكن غير مخل. تفضل. شوف، نحن كنا مستمرين في الحركة إلى أن الحركة طلعت بيان طبعا لما حصل انقسام في جبهة التحرير، وأي طرف يلبي طلبنا بحيث أن نعمل معه، بمعنى عملت إعلان. ومن خلال الإعلان هذا سب وقتها رحب بالحركة وقال عشان تعمل معه، وكلنا نحن الحركيين أو مش كلنا، بعض الناس لكن انضمينا في قوات التحرير الشعبية. ومن وقتها أنا عضو كنت في قوات التحرير الشعبية إلى الجبهة الشعبية والتحرير يعني. طيب الآن ندخل إلى مرحلة الجبهة الشعبية. مواقعك كانت إيش في الجبهة الشعبية؟ نحن في البداية، أنا في البداية كنت في منظمات الجماهيرية بالذات في منطقة ليبيا، لأن عمال وطلاب وعمال من ضمن المدرسين موجودين، فكنا وقتها مسألة تعبئة للتنظيم في ليبيا. طيب. بعدها عقد مؤتمر للاتحاد العام للعمال الإريتريين في الميدان. نعم. تاريخه سنة 1979. جيد. شاركت أنا في المؤتمر، وفعلا اختاروني لعضو لجنة تنفيذية في اللجنة التنفيذية ومسؤول علاقات خارجية في اتحاد العمال. جميل. استمرينا طبعا. أنا رجعت بعد كده مكتبنا الرئيسي طبعا كان عدة مناطق، لكن بعدين مكتبنا الرئيسي كان في بيروت. وبيروت طبعا مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم وكل المنظمات سواء كان الشباب أو النساء كنا في بيروت، إلى أن جاء الاجتياح الإسرائيلي في بيروت، ومنه طلعنا عن طريق سوريا قعدنا تقريبا شهر، ومنه مشينا سافرنا إلى مصر. وفي مصر تقريبا حوالي سنة قعدنا، ورجعنا إلى سوريا. وأنا طبعا من ضمن الستاف المكتب بتاع العلاقات الخارجية كنت في المكتب يعني. كيف تم اختيارك لعضوية الحزب السري؟ اختياري بالحزب السري كان تقريبا سنة 1986. الاختيار بيتم طبعا، انت الفترة اللي موجود فيها كلها انت بيراقبوك، يعني انت ميولاتك السياسية، هل انت بتاع معارض للقيادة او انت ملتزم بكل ما تقوله القيادة او معارض. ميولاتك السياسية كيف، هل انت يعني يميني ولا يساري ولا كيف. المهم عندهم خصائص خاصة بالنسبة لهم، يعملون لك تجارب يعني أو دراسة. طبعا أنا عارف كنت الحزب موجود، أنه قريته قبل كده في واحد يمني كان كاتب عليه. من هو لو تذكر من الذي كتب عنه؟ أنا دلوقتي بصراحة الاسم، لأنه أصل اليمني كان عامل مقابلة مع رمضان محمد نور، ورمضان محمد نور قال عندنا حزب سياسي، قال ما قال سري كمان وقتها، حزب سياسي عندنا. قال قد يكون أمين رضوان ولا هو في السبعينات الكلام. نعم اتكتب. نعم. فأنا كنت عارف أن الحزب موجود يعني. نعم. لكن ما كان بالنسبة لي، ما كان مهم أنه موجود ما موجود، ما كان مهم بالنسبة لي. المهم في 86 نعم
كنا مشينا طبعا في إيطاليا في روما، كان في الحفلة السنوية اللي كانت تعمل بولونيا. نعم بولونيا. كنا في النشاطات احنا وقتها كنا، فندهوني نفرين، ندهوني محمد سعيد باري وسبحة كريم، وقالوا لي يا أخي أنت تعرف في حاجة اسمها حزب؟ قالوا لي داخل الجبهة الشعبية. داخل الجبهة الشعبية. قال نعم. أنا حاليا موجود ما موجود ما بعرف، لكن قبل كده في السنين اللي فاتت سمعتها، قريتها في مقابلات انه كان في حزب يعني، لكن دلوقتي ما بعرف يعني. نعم. المهم شوية ناقشوني وناقشنا بعض، وفي النهاية قالوا لي خلاص انت تعتبر من اليوم عضو في الحزب. ودخلت الحزب. دخلت الحزب ايه هو انا ما بعرف. طيب عندما أبلغت بأنك عضو في هذا الحزب، وافقت مباشرة ولا تساءلت ما هو هذا الحزب، مهامه، أو قبل أن تتساءل هل تدخل فيه عن الحزب قبل أن تبلغ بأنك تم اعتمادك عضو فيه؟ هم اساسا لما قالوا لي الكلام هذا، فانا فعلا قلت لهم شنو دوره هو، دوره ايه هو؟ قالوا قلت لهم هذا ده السؤال اللي سالته يعني. هذا الحزب جميل. دوره شنو؟ دوره قالوا لي هو اللي يقود الجبهه، الجبهة الشعبية. وما فتح عليهم هذا السؤال، وبعد كده طبعا قالوا لي انت خلاص عضو، اعتمدت عضو. قالوا لي جيد. كم تفتكر أعضاء هذا الحزب؟ هل كلهم معروفين لبعض؟ تعرف ببعض كنتوا؟ وعدد عضوية هذا الحزب؟ لا ما بتعرف، ما تعرف من هو العضو، غير الخلايا اللي معاك انت، الناس اللي معاك او اللي تتبع بهم، لانه طبعا اذا كان انت في الخارج موجود في مسؤول منك، وفي ناس اللي حواليك يعني مثلا في السنه او في اي او 6 شهور يعمل لك اجتماع يعني. يمكن من الناس تعرف الناس في اللحظه هذه من اللي معك واللي ما معك، لكن غير كده انا ما كنت اعرف حاجه يعني في الحزب يعمل شنو. فعلا كان بيعمل يمكن المؤتمر يعتبر بالمؤتمر الثاني حقه، يعني يعتبر المؤتمر الأول في 77. نتحدث عن مؤتمر الحزب السري أم مؤتمر العام للجبهة الشعبية؟ المؤتمر السري بتاع الحزب، لأنه هو قبل المؤتمر بتاع الجبهة لازم يحصل مؤتمر الحزب. طيب أنتوا الآن حزب سري، من هم اللي تجمعوهم؟ مثلا نأخذ سوريا كمثال. في سوريا من الناس اللي يجتمعوا لاختيار من يمثلهم في هذا المؤتمر للحزب السري؟ يعني كانوا معروفين موجودين كلهم حوالي، سواء كان في منظمات شعبية أو يعني بمعنى منظمات الجماهيرية. نعم. أو موجودين أعضاء المكتب. نعم. أعضاء المكتب يعني. عددكم كان كم؟ يعني تقريبا ما تتجاوز 10 يعني اللي كنا في المكتب. أنتم فقط اللي تجتمعوا وليس عضوية الجبهة الشعبية في سوريا؟ لا. جميل. وتختاروا 2 منكم؟ نحن اللي اخترنا طبعا وقتها. نعم. 2 اخترنا، والاثنين مشوا بعدين حضروا المؤتمر طبعا. لا. طيب الآن أنا أريدك أن ندخل في عمق ما تعلمه عن هذا الحزب السري، الدور الذي تراه لعبه في صنع هذا الدكتاتور، هذا الطاغية. الآن الصورة أمامنا فرد متجبر طاغي متقطرس يحكم البلاد بمزاجه الشخصي، ساجن رفاقه، اختطف تضحيات شهداء الجبهة الشعبية وشهداء الثورة بشكل عام، اختطف نضالات مقاتلي الجبهة الشعبية في المقام الأول ومقاتلي كل التنظيمات اللي هو الهدف كان مشروع تحرير إريتريا، وكل ما كان يرجوه الشعب الإريتري ما بعد التحرير اختطفوا هذا الرجل. هل ترى كإنسان عضو كنت في هذا الحزب، من غير ما ندخل في تفاصيل أخرى بشكل عام، هل ترى كان في دور لهذا الحزب في صنع هذا الطاغوت الآن اللي أمامنا؟ أكيد ليست نضالات الجبهة الشعبية كانت ولا كانت نضالات بقية التنظيمات من أجل الحال الراهن، فالحزب السري ودوره في صناعة الدكتاتور الطاغية، أسميه يعني كل الأسماء التي يستحقها. الحقيقة
الحزب يعني رئيسه هم طبعا في المؤتمر التالي انتخبوا الأمين العام للحزب السياسة الفرقي، اللي فهمناه فيما بعد نعم. إنه أساسا الحزب هو اللي يقود الجبهة، والأمين العام للجبهة اسميا كان رمضان محمد نور. اسميا كيف هذه؟ نعم، فسرها لو سمحت. اسميا لما أقول لك معناها القرارات كلها يأخذها السياسي بمفرده، وهو المساعد أو ما كان يسمى في الوقت ذاك مساعد الأمين العام. هو كان مساعد الأمين العام. دي مسألة تعرف أنت، دي مسألة مقلوبة، يعني مقلوبة بمعنى أنه هو كان الأمين العام واعتبر أنه رمضان عبارة عن صورة اعتبره شيء ثاني يعني، لكن من الناحية العملية لا القرار نعم. ولا التنفيذ. نعم. ولا أي حاجة، ما كان عنده حاجة فيه، يعني اللي ينفذ اللي يقرر السياسي هو اللي ينفذ السياسي. إلى ما كان يستند السياسي كان يستند اللي بعدين فهمناه أنا بعد التعريف. نعم. فكان حزب داخل الحزب. داخل الحزب السري هناك حزب أيضا، حزب سري موجود. كيف هذه عشان المستمع يكون على بينة؟ شوف، المسألة السرية هي لإخفاء الجريمة. أي جريمة عايز تعملها لازم تعملها بالخفاء، ما تعملها بالعلن، لأنه لو عملتها بالعلن معناها تكون مكشوف يعني. ولذلك الناس اللي داخل موجودين اللي يعملوا العمليات الإرهابية داخل الجبهة الشعبية وتعمل الاغتيالات اللي يعملوا، هدول حزب سري ما في حد يعرفه، لا أنا عضو فيه ولا حد ثاني. يمكن الناس اللي الأمثال ما كانوا أعداء فيه، ده ناس مخصوصين كانوا أعداء في الحزب هذا، ناس ينفذوا أوامر السياسي بدون أي لا سؤال ولا ينفذوا حسب ما هو يقوله. دي اللي كانت موجودة. الناس تستغرب أحيانا، مثلا يقول لك فلان مات أو استشهد بدون معركة، كيف يكون؟ أحيانا يقول لك قتل نفسه، أحيانا يقول لك إنه هو كان ينظف السلاح حقه بعدين بالخطأ رصاصة ضربته، يعني أشياء كثيرة كده زي ما تقول مثلا حكاوي تسمع يعني. والحقيقة كانت غير كده أنت تعتقد؟ ما هي دي اللي أنا قاعد أقولها. الحقيقة إن هم يقتلوا إنسان. شوف، أي إنسان نعم يعارض أو يعترض في حاجة معينة هم يقولوها، لا أو السجن أو القتل، أو إذا كان مثلا رحموه شوية جمدوه من العمل يعني. هم قلت أستاذ ديغول من هم يعني؟ ما حيتساء منهم لما أقول لك السياسي. نعم. والجروب حقه هدول اللي يشتغلوا ليه يعني. نعم. جروب خاص يشتغل له. هي قيادة، أكيد هي قيادة في التنظيم المعلن الجبهة الشعبية المعروف، وقيادة في نفس الوقت في الحزب السري. تفتكر حتى لو ما تريد تسميتهم، هي مجموعة كانت حوالينه ولكن قيادة. مش كل القيادة. نعم أكيد. أفراد جيد. أفراد معروفين يعني، أنا بعرفهم وكتار يعرفون عليهم ينفذوا ما يقولون السياسة، بس ياخذوا منه وهم بدورهم يدوا تعليمات للناس اللي تنفذ وتمشي المسألة يعني. جيد. إذا رجعنا للحزب السري اللي هو داخل الحزب السري نفسه، أولا فات علينا توضيح ما اسم الحزب السري الذي تم اختيارك أن تكون عضو فيه. لو ذكرتنا اسم الحزب. حزب الشعب الإريتري اسمه الأولاني، هو حزب الشعب الإريتري. جيد. بس بعدين كمان أضاف عليه حزب الشعب السوري كده يعني. أضاف عليه ده ما يهمنا الإضافات، لكن هو كان كده. لكن هناك في الجناح الثاني قبل الالتحاق طرفين اللي يسموا الطرف الأول والطرف الثاني. قوات التحرير واحد وقوات التحرير اثنين. نعم. يعني الطرف الثاني كان فيه حزب اسمه سلفناز النت. هذا قوات التحرير جناح سياسي يعني. جناح سياسي
سلفناز النت معناه حزب التحرير، يعني حزب التحرير كانوا. فلما عفوا، هل يعني هذا كان مسمى حزبهم السري لقوات التحرير اللي هي كانت بقيادة السياسة؟ جيد. ايوه. فهنا بقى بما اعتقد انا هسه انا ما عندي اثباتات، لكن نفس الحزب هذا اللي هو وقت ما اتحد الحزبين، حزب الشعب وحزب سلفناز النت، من ضمن الاختيار اللي كان موجود ده كان بيقود ابو بكر محمد حسن. نعم. وسياد كان يقود سلفناز النت. لما حصلت الوحدة بين التنظيمين، نعم، على مستوى التنظيم أيضا تمت الوحدة بين الحزبين. الحزب الشعب اللي كان في قوات التحرير الشعبية كان بيقوده أبو بكر محمد حسن. أبو بكر محمد حسن، والحزب اللي كان يقود اللي كان مع الطرف الثاني كان يقود السياسة الفرقي. نعم. فالسياسة الفرقي وقتها بقى النائب، وأبو بكر محمد حسن بقى الأمين العام للحزب في الحزب السري اللي هو تم دمجه وتوحيده مثل ما تم توحيد طرفي قوات التحرير الشعبي. بالضبط كده. وأبو بكر محمد حسن طبعا تقريبا ما قعد كثير في الحرب الأهلية بتاعت حصلت بين الجبهة الشعبية والجبهة التحرير. نعم. هي قوات التحرير الشعبية وقتها كانت قوات التحرير الشعبية وجبهة التحرير، واستشهد في الحرب الأهلية. واستشهاده من خلال الممارسات اللي كان يمارسها وبقت الناس تكتشفها فيما بعد. نعم. وقالوها الجماعة اللي هم أساسا كانوا معارضين للسياسة، وبعدين صفاهم جماعة منكع. نعم. واليمين. فالناس هذول من ضمن كلامهم انه قالوا في جماعه من جماعتنا قاعدين يضربوا جماعتنا، قالوا. فمعناها ايه؟ معناها انه الناس اللي اساسا سياسه موريهم انه ايه يعملوا، معناها اثناء الحرب الاهليه كان يضرب الناس اللي هو يقول لهم اضربوهم وانتهوا منهم يعني. ومثلا تعتبر انه استشهد في المعركه وخلاص يعني ما بعد يسال. يعني دي معناها عشان نوضحها بس، اثناء المواجهه اللي كانت وللاسف ما بين قوات التحرير والجبهه، كان في قوه او في ناس مهمتهم ضرب من الخلف ناس مقاتلين في قوات التحرير. هذا المقصود كان تسفيتهم كانت. وهذا ما تم كشفه أو تسريبه من قبل جماعة منكع. أيوة، جماعة منكع. ودلوقتي طبعا سجل في كتاب اسمه رجع محاري كاتبه. طيب. كله كاتب المواقع هذه. وبعدين السياسة الكلام هذا كيف كذبوا إنه قال إنه الجماعة دول جبهة التحرير ونحن نشبه بعض، ملابسنا وشكلنا ومش عارفين وبشكل هذه، ولذلك يمكن بالخطأ يعني حصل، وإلا ما كيف يحصل كلام بالشكل هذا. ده تبرير سياسي. ده تبرير سياسي. طيب نعود إلى الشهيد أبو بكر محمد حسن. يبدو أردت أن تقول إنه أبو بكر محمد حسن ما مات في مواجهة مع الجبهة. أنا ده هو اعتقادي يعني. نعم، إنما قتل من الخلف. أيوة، لأنه يعني الأحداث وقتها اللي كانت، نعم، والمسائل اللي كانت تحصل بعد كده تبين لك أنه هو قتل، لأنه هو فعلا إنسان معروف أنه خريج جامعة القاهرة. نعم. ومجرد ما تخرج التحق بالثورة على طول، يعني ما لف اليمين ولا الشمال يعني. نعم. ورجل مثقف القاهرة لما كنا بعرفه يعني، بعرفه كويس يعني. أعتقد أنه الشخص هذا بالنسبة للسياسة يعتبره احتمال خطر عليه وما يدي مجال، ولذلك يعني حب يتخلص منه ويحل محله يعني. هل كان في بوادر خلاف وشيء من التنازع أو لا 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 بينه وبين السياسة؟ لا لا، ده إذا كان في حاجات خاصة بيناتهم كأشخاص أنا ما بعرف، لكن أساسا أنت تأخذها بهذه الصورة، لأنه قد يكون كان بيناتهم أنا ما بعرف يعني.
طيب. لكن ده هو الشخص. أنا أعتمد على هذا المسألة يعني. طيب هذا يقودنا كمان يعني في موضوع اغتيالات داخل تنظيم الجبهة الشعبية. كما ذكرت بشكل يعني مبكر هو بدأ في التصفية، إذا ثبت أنه هو من اغتال أبو بكر، ومجموعة منكع معروفة واليمين، وإلى الآن كما ما بعد التحرير. فأين القيادات؟ ناس خرجوا للنضال وناس خرجوا أساسا للاستشهاد للموت. ليش كان الأمور دي مسكوت عنها؟ شوف أنا أقول لك، هو لما بدأ ما بدأ بس من بعدين قوات التحرير الشعبية، ولما جاء الساحل هذا بدأ من عالة يعني. نعم. لأنه في عالة إبراهيم تولده كان قائد المجموعة قبل ما يجي السياسي من جبهة التحرير. أي مجموعة؟ مجموعة اللي هم بعدين اللي طلعوا أساسا من المنطقة الخامسة من الجبهة جبهة التحرير. نعم، جبهة التحرير طلعوا وكانوا قاعدين في عالة. نعم. السياسة بعدين طبعا لحق بهم يعني. وقتها اللي كان يقودهم إبراهيم تولده كان يقودهم. إبراهيم تولده هذا كان رجل قوي ومثقف يعني، ولذلك بدأت المسألة يعني بيقولوا أنه هو دبر مشكلة، أو زي ما تقول مثلا حبة ينتهي منه، فقالوا المهم حرش واحدة مرأة عجوزة كانت موجودة في الموقع، المهم أخذ منها حليب ولا يجيب حليب، والمهم في الحليب عملوا له سم وشربوا الحليب ومات يعني. في منطقة عالة مواطنة يعني. أيوة. بعد مؤتمر بعد استشهاد إبراهيم تولدي، الجماعة اجتمعوا ورشحوا واحد اسمه عبد الثلاثي كان معهم. هذه المجموعة بتاعت عالة. أيوة. كبديل لإبراهيم تولدي. كبديل لإبراهيم. اسمه عبد الثلاثي قبر مدهن. طيب. حتى لما قبل ما الرجل هذا عبد الثلاثي هذا قبل ما يقول أنا قبلت أو رافض يعني السياسة، قال له أنا كنت أعيد في القيادة العامة، ولذلك أحسن أنه أنا أكون مؤقتا، أنا أكون رئيس الحزب ونمشي يعني، وتمشي المسألة يعني. هم طبعا مساكين وقتها لا ذاك اعترض عبد الثلاثي، ولا هم قالوا لا لازم يكون عبد الثلاثي يعني، وقالوا كويس يعني هو قال أنا لدي خبرة، كنت عضو في القيادة العامة لجبهة التحرير الإريترية، بما معناه أنا أكثر جدارة بالمنصب من عبد الثلاثي، لأن أنا كنت معنا قائد في القيادة العامة ولذلك يعني كل المسألة وخلاص يعني. وهنا بقى هو ضمن سيطرته في كل شيء من خلال المسؤولية ورئاسة التنظيم. معناه هو يحاور كل الأطراف اللي كانت موجودة بتاع جبهة التحرير. كان في جماعة عوبل وجماعة أبو طيارة وجماعة ثانية كانت موجودة يعني، كان يحاورها ويتكتك، وفي النهاية هو اللي يبقى الرئيس لكل المجموعات الموجودة. طيب، هناك حديث أيضا عن أنه يقال هو وصل إلى هذه الدرجة باللعب على تناقضات قيادات، يبحث عن المتناقضات الموجودة بيناتها ويضرب الرفاق ببعضهم البعض. شوف، أول حاجة هو بدأ وين؟ أول لما جاء من عالة وجو منطقة الساحل، أول حاجة طلب اللقاء مع قوات التحرير الشعبية، اللي هم أساسا قوات التحرير الشعبية اللي جات بعصب يعني، اللي جات عن طريق البحر. نعم. طبعا أول واحد قابله احتمال وقتها عمره، وهو عمره التقوا ناقشوا أعتقد المعتقل محمد علي عمره. ومحمد علي عمره تحفز من كلامه، وكان عنده تحفزات يعني، وقال له المهم كويس ونشوفه بتاع. وبعدين هو لما شاف تحفز عمره قال أنا عايزك تجمع لي الكوادر المتقدمة الموجودة في قوات التحرير الشعبية. وعمره طبعا كلمهم، قال لهم الرجل ده عايز يلتقي بكم، وكلمهم وهم نبوا الطلب وجوه يعني. المهم الرجل قاعد معهم
وأداهم درس تمام في الماركسية اللينينية والتقدمية والثورة التقدمية ضد الإقطاعية والرجعية وكلام بالشكل هذا. وكان بيعرف إنه ميولهم تفكيرهم السابق، على أعتقد كان عنده علم، ولذلك المهم يعني عباهم بالشكل هذا. وهم كانوا خلاص احنا لو وجدنا الشخص الوحيد اللي ممكن يقود الثورة لقيناه يعني، ويلا بقى وقبلوا كل طلبات يعني. بهذه البساطة أستاذ ديغول تنظيم هم قوى التحرير ولهم قيادتهم، لهم قائدهم وهم قياديين بالتأكيد باعتبارهم كوادر متقدمة، فيأتي شخص يعتبر ضيف ولسه ما تمت الوحدة. أنت بتتكلم عن مرحلة لسه الوحدة ما تمت، وكان مجرد لقاء وهو قرأ في محمد علي عمر التحفظ أو وجد تحفظات من عمره، وبهذه البساطة يعني انبهروا به. معنى كلامه فتاة في أتون الحرب تخطو، في اعتزاز وشموخ ووسامة، إنما أنت ابنة الصخرة صمودا ووفاء وكرامة، فلعينيك تحدين الأعادي، فلعينيك تحدين الأعادي، وصنعنا كل أهوال القيام. يا فتاة يا فتاة يا فتاة يا فتاة في أتون الحرب تخطو. إنما أنت ابنة الصخرة صمودا وإباء ووفاء وكرامة، إنما أنت ابنة الصخرة صمودا وإباء ووفاء وكرامة، فلعينيك تحدين الأعادي، فلعينيك تحدين الأعادي، وصنعنا كل أهوال القيامة. يا فتاة يا فتاة يا فتاة يا فتاة في أتون الحرب تخطو. صوت المنتدى. بهذا نصل إلى ختام ساعة اليوم، شاكرين حسن متابعتكم وإصغائكم، نرجو مشاركاتكم الصوتية
عبر الاتصال بأرقام الإذاعة. وحتى جديد اللقاء بكم بمشيئة المولى عز وجل، كونوا بخير وفي أمان الله.